وإياكم ثم إياكم ثم إياكم ديروا شي عملية جراحية قبل ما ديروا الرقية الشرعية. وإياكم أخوتي تقطع شي حاجة من الجسد ديالك قبل ما تمشي للرقية الشرعية. لأن علاش ما دير العملية حتى تأكد دير الرقية الشرعية؟ وهادشي كنقول لك أنا خلال الناس اللي دازوا عندنا وداروا عمليات وندموا عليهم، لكن كاين بعديد الامراض كيكون السبب ديالها هو السحر، هو تحايل من الجن، هو اللي كيسبب في هذه الامراض. وغتكون باغي تعالج غتكون انك انت سببتي راسك في استمارات فوق مرض. امثله بحال مثلا الحالات اللي دازوا عندي، انا كنقول لك تجارب والحالات اللي دازوا عندي هما باش كنواجهكم. مثلا بحال واحد السيده جات عندي قال لها الطبيب عندك القلب، كانت متبعه على القلب كيقدروا كدير تقدر كطيح كتجيها غيبوبه حتى كيديروا لها الاكسجين. مني جات عندنا وعندها الضربات ديال القلب، داك القلب ديالها كيضرب يعني بواحد السرعه ما تخيلهاش، وعندها الخوف. مني خدمنا معاها ما بقاش كتقج، ما بقاش دوك الضربات بسرعه في المعده، وعديد من الاعراض اللي كانت كتشكى بهم ديك السيده خدمنا معاها ولا صحه سلام. مثلا غنقول لك مثلا بحال واحد الانسانه كيكون مثلا العينين عندها، كاين بعض الاطباء كيقول لها لا هاد العينين عندك راه مزيانين راه ما عندك حتى حاجه، وهي ناقص ليها الشوف او ربما يقدر يمشي ليها الشوف، كتقول 100,000 يستحيل. واش انا ما عندي حتى حاجه وما كنشوفش؟ واش انا ما عندي حتى حاجه ونقص ليا الشوف؟ مني كنخدموا مع الناس كيكون داك الخادم السحر شاد ديال العينين ديالها، مني كنخدموا معاها كيرجع ليها البصر ديالها عادي طبيعي. وداك الطبيب اللي نصحها قال لها ما عندك حتى حاجه كنعرفوا بان هذاك راه طبيب نازي، داكشي اللي عرف راه وصلوا لديك السيده، يعني ما بغاش يتحايل لها انه صراحه بلي كاين عديد من الناس كيقولوا مثلا كيقول لي عندك الجرثومه ديال المعده. الجرثومه ديال المعده مني كنجلسو كيدير تيو، يعني راك عارف دابا العذاب ديال تيو، مني كيهودوا ليه داك التيو في المعده ديالو كنلقاو حنا هذاك كيكون توكان من الجن. يعني مني كنقراو على دوك الناس كيتقياو كيولي داك السيد ما كيبقاش دوك الضربات في المعده، ما كيبقاش داك الالام، يعني كيرد داك الشيء بالرقيه. ما كنعطيو حنا حتى حاجه، يعني كاين مثلا كتبري حاجه وتمرش حاجه حنا لا علاقه لنا بهذا الشيء، كنقراو على القران وحكمه ديال الله. الا كانت عندك اي مرض عنده علاقه بالسحر باش نفهمكم اخوتي واحد المساله ربما نتوما غتفهموها، خلي ديك قال في الفيديوهات بحال المرض ملي كيكون مرض روحاني كتلقى مثلا انت مصاب. كنعطيك مثلا مثال، انت كيضرك مثلا كتافك او لا ظهرك او لا قلبك او لا راسك او لا هنا فاك او لا في الحنجره عندك فيها شي حاجه. المهم دوك الاعراض، واحد من الاعراض غتلقى ولادك كيتشابهوا، ولادك وبناتك عندهم نفس الاعراض اللي عندك انت الاب، غتلقى نفس الاعراض اللي عندك انت الام. حينتي واشنو كيدير دائما منك هذاك داك خادم السحر كيأذي الام او لا كيأذي الاب كيمشي ليه لولادو وبناتو. هنا كينوض مثلا كيقول لك الطبيب راه عندك مثلا وراثي، راه المرض ديال الطبيب ما كيكونش وراثي، بلا ما يكذب عليك شي واحد ما كيكونش وراثي، كيكون الا كتسمع شي حاجه وراثيه هذاك كيكون الجن كيتنقل من الوالدين للولاد. هو مثلا الطبيب ما عندوش خبره لهذا الشيء، هنا كيقول لك الطبيب راه عندك وراثي اللي هو بصح ديت راه وراثي، ولكن هذاك الطبيب راه ما عارفوش بانه راه الجن هو اللي كيسبب في هذا الوراثي. وكتبقى واخا انت مثلا كدير عمليه او لا كتاخذ دواء او لا يعني دير جميع المجهودات في مع الاطباء، كتبقى نفس الالام، نفس المرض، نفس العذاب اللي كتعذب، يعني حتى حاجه ما كتبدل. لو كان المرض ديال الطبيب راه منك كتمشي لعند الطبيب كيشخص لك الحاله ديالك، كيعطيك اسيدي الادويه ديالك، كتبدا انت نهار على نهار كتم غادي وانت كتعالج. نتما كتعرف انت راسك هذاك راه عندك مرض ديال الطبيب. وهذا الشيء ما غنرجعوش غنقولوا حنا لا الاطباء، حيت هذوك الاطباء داكشي اللي قراوه على الناس، داكشي اللي قراوه راه وصلوه للناس.
يعني الغالب الله. وهذا الشيء، هذه المشاكل راه ماشي عندنا في المغرب، راه في جميع الدول، لا في اوروبا ولا في امريكا. هذا الشيء راه وحلوا فيه عديد الاطباء، باش ما تقولوش راه المصباحي شنو المشكل عنده مع الاطباء. راه ما يمكنش لينا حنا نعيشوا في هذه البلاد بدون رقاد وبدون اطباء. راه كل عنده دور ديالو في الحياه ديال الانسان، واي انسان كيساهم في المرض ديال الناس، لا من طبيب ولا من راقي، هادو راه خلاصهم كبير عند الله سبحانه وتعالى.